السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رودي نايمة في الأوضة التانية. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده صينية بطاطس، اكبر صينية بطاطس يا جماعة. قولوا بسم الله ما شاء الله كده، الله اكبر. طبعا الصينية دي مش لينا احنا بس، انا عاملة صينية كبيرة علشان اخواتي كانوا جايين لي، اخويا ومراته وعياله. فانا مشتريه الصينية دي مخصوص عشان لما يجيلي عدد كبير اعمل فيها. يعني ديت كده ما شاء الله، لو حبيت اعمل بشاميل وعندي ناس، بدل ما اعمل صينيتين هعمل دي بس، هي كفايه كبيره قوي ما شاء الله وحلوه. فهم كان لهم نصيب ان اول ناس اعمل لهم فيها الاكل. انا ما عنديش اغلى من اخواتي، ربنا يبارك فيهم وفي عمرهم يا رب، وعيال اخواتي. فلازم اعمل لهم احسن حاجه. بصوا ما شاء الله. صلوا على النبي كده. قلبي يصغن يا جميل. شاطر، صلى على النبي. برافو عليك، شاطر. بسم الله عليك. انا بقى كده حطيت شويه زيت صغيرين، وبعد كده قطعت عليهم البصل كده حلقات. وحطيت بقى توابل كنت متبله الفراخ من قبليها بيوم، تتبيله كده حلوه قوي بقول لكم عليها. وبعد ما شوحت البصل كويس كده، بنزل بقى بالفراخ واشوحهم برضو كويس كده مع بعض. تمام كده. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ بصلايه، طماطمايه، فصين توم، قرن فلفل. وضربتهم في الخلاط، حطيت فلفل اسمر، كمون، كزبره، توم باودر، بصل باودر. ظبطت التتبيله كده كويس قوي، ورحت متبله الفراخ وشايلاها في التلاجة. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، كانت خطيره ما شاء الله، كانت حلوه قوي قوي. هنزل بقى بقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي بالشكل ده كده. بصوا هي شكلها من قبل ما تكمل بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفه. هنا بحط ورق لورا بس. هغطي عليها بقى تتشوح كده كويس، وبعد كده نكمل مع بعض نشوف هنعمل طب ايه. هنعمل هعمل طب القوطه عايزة بقى أكلم بابا. في الخلاط. حاضر يا سليم، اكمل الفيديو ثانيه واحده. تكملي ده وأكلم. حاضر ماشي. هعمل الطماطم بقى في الخلاط. بسم الله يا حبيبي، بسم الله عليك. انا اديتها بقى تشويحه حلوه قوي زي ما انتوا شايفين كده، وعملت الطماطم في الخلاط وهنزل بيها. انا عملتها بقى في فرن البوتاجاز، ما عملتهاش في الفرن الكهرباء، لان زي ما قلت لكم الصينيه بسم الله ما شاء الله كبيره جدا فما دخلتش. فما بستخدمش فرن البوتاجاز كتير، بس السوا بتاعه تحفه ما شاء الله، حلو قوي. بس برضو ما بقدرش استغنى عن الفرن الكهرباء بصراحه، في الكيكات والحاجات دي ما اقدرش استغنى عنه في كل حاجه بصراحه. هنا الاول كده قبل الطماطم هنزل بالبطاطس مقطعاها طرنشات كده. عايزه اقول لكم عيال اخواتي كلهم بيحبوا اكلي جدا، وبيفضلوا يشكروا فيه ويقولوا لي كلام حلو قوي قوي، بيفرحني قوي. يعني بيحبوا اكلي، لما يجوا عندي بيبقوا يعني مهتمين يعرفوا انا هعمل لهم اكل ايه. ولما بروح عندهم بيبقى عايزين ان انا اللي اطبخ اي اكل بقى، انت اللي تعملي لنا الاكل النهارده. انا طبعا كان نفسي ان انا اعمل لهم اكل كتير وانوع وكده، لكن هم كانوا جايين يوم وهيمشوا في نفس اليوم. يعني هم جم الصبح قضوا معايا يوم بس. فانا ما حبيتش ان انا الخم نفسي في المطبخ واضيع وقت بقى في اكلات وكده، لان طبعا كل حاجه بتاخد وقت. قلت اعمل حاجه حلوه كده وسريعه، عشان نعرف نقعد مع بعض ونعرف نستمتع كده. فعملت لهم بقى صينيه بطاطس وملوخيه ورز بشعريه. وكانوا فرحانين جدا ومبسوطين، والحمد لله كان يوم حلو قوي واتبسطنا وفرحنا كلنا. هنا رشيت على الفراخ والبطاطس كده فلفل اسمر، وهنزل بعصير الطماطم بالشكل ده كده. هسيبها بقى تغلي شويه كده على البوتاجاز ودخلها الفرن. بديها غلوه على البوتاجاز عبال ما الفرن يسخن عشان ننجز وتستوي بسرعه. جربوا بقى صينيه البطاطس كده بطريقتي، هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. لا عجبتني أوي بجد؟ ما أنا دقتها. انت دقتها يا راجل؟ اه. انت سكر.
الله اكبر عليك يا جميل. احنا عملناها امتى دي؟ ها؟ يوم الجمعة ولا يوم يوم ايه؟ بصوا بقى كده بعد ما يوم خرجت ايه؟ من الفرن. يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم الحد. اهدى يوم بقى. الأحد. وعملت بقى رز بشعرية، وعملت ملوخية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه، واتمنى تشجعوني وتشتركوا في قناتي. أكلة بسيطة وسهلة وسريعة واستمتعنا والحمد لله، وكان يوم حلو. مش بالأكل أصلا، يعني باللمة الحلوة والقعدة الحلوة. ربنا يديم علينا لمتنا وجمعتنا دايما يا رب، ويبعد عننا أي عين حاقد وحاسد، ويبارك في عمر اخواتي يا رب، ويخليهم ليا وما يحرمنيش منهم.